ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم وعلى كل من عنده نوع من الفهم والمعرفة أن يستغل وجوده في المجالس، أي مجلس كان. لكن فيه ناس لا يستغلون المجلس مطلقا، وفيه ناس يستغلونه بما قد يتضايق منه الجلوس والحضور، فيجعل المجلس كأنه خطبة جمعة، فيخرج الناس ويتضايقون، هم يريدون أن يتحدثون، يريدون أن يأخذوا ويعطوا ويتناقشوا، فتجده مثلا يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الخطبة العصماء، ثم يطيل أيضا بالناس. تجده المجلس مجلس زواج ولا عقد نكاح ولا عزيمة مناسبة من المناسبات ولا حتى عزاء، ثم يمسك الناس ساعة يتحدث ولا يسكت ولا يرضى بالمقاطعة، وهذا كله خلاف السنة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التوجيهات، تجده يأتي التوجيه إيش؟ مباشرة من غير تكلف. ولذلك أنا أنصح الدعاة وطلاب العلم إذا كنتم في مجلس مثل هذه المجالس التي ذكرت، لا حاجة لك أن تقول الحمد لله ولا الصلاة على رسول الله ولا أن تخطب خطبة يملها الناس، إنما خذ بأطراف الحديث مباشرة من غير استفتاح، فالاستفتاح في هذا الموضع إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. فالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تحصى أنه لم يكن يستفتح في مثل هذه اللقاءات والمجالس العابرة، إنما كان يحدثهم مباشرة. فيمكن أن تأتي بسؤال أو بقصة أو بحديث وتشرحه أو بموعظة، وتجعل من شاء أن يناقش يناقش ومن شاء أن يقاطع يقاطع. لا تكن شديدا على الناس. يمكن أن يكون هذا الحوار عن طريق سؤال وجواب أو أي طريقة من الطرق غير طريقة الخطبة التي لربما لا تناسب، وهذا غير ما لو كنت مدعوا إلى الحديث مثل لقاءنا هذا. أنت مدعو أصلا لحديث محضر للقاء ولدرس، والناس أتوا للحضور لأجل هذا اللقاء. فرق بين هذا وهذا. تفضل يحفظك، كنت تقول شيء.